يبدو انه القيمة الحقيقية للسعادة هي بتكمن في انه لابد من وجود معاناة. يعني لازم من المعاناة يطلع شيء اخضر او ملون، فبالتالي يعني نسعد بيه. لكن لو هو موجود كده لوحده ما بيسببش سعادة، ممكن يسبب بهجة بس مش سعادة. انا طول الوقت بحب ان انا ادور على مخاوفي واشتغل عليها، لانه هي دي العائق الاساسي لاي حاجه الانسان عايز يعملها. حاجات كتير اشتغلت عليها ونجحت في تخطيها. المخاوف الغريزيه طبعا اللي هي علاقه بالجسم والعقل والمشاعر وكده. اتعلمت ان انا ما اخافش ان انا اتكسر. كنت عاده عارف ان انا لما اتكسر ابقى اقوى، بس برضه الواحد بيخاف يتكسر بشكل ما، فبيخاف يوبن اب. لكن مؤخرا مش باقي على حاجه كده، يعني اللي هو لا، ما انا مش خايف خالص ان انا اتهشم تماما. فهنا ادركت انه انا مش هيحصل اي حاجه لو مت واتولدت تاني واتكسرت وحصل لي كده تاني. ان انا عايز ابقى في حته احسن، حته احسن جوايا قبل ما تبقى في حته احسن برايا. بحاول اكون اقوى وفي نفس الوقت اكون اكثر حكمه كده. للاسف احنا عندنا تصور كده انه السينما لازم ترضي الجمهور، وده الشكل التجاري المتعارف عليه. ولكن هي لو تحررت من ده ساعتها بس بتقدر تقدم حاجه ملهمه ومختلفه. والالهام في سياق الابروفل او الالهام في سياق القبول ده بيبقى مؤقت وسطحي جدا، وبيبقى ليه علاقه بالذوق والموضه واللحظه، فبتموت بعد شويه وما بتسيبش اي اثر، والموضوع بيبقى بيضحك بعدين. هو في ريسك بيتاخد، لكن هو الريسك في ان انا ما اعرفش اقدم اللي انا عايز اقوله. ففعليا الفنان اللي بيبحث عن القبول ده والابروفل هو ملعون. هو قاعد كده طول الوقت مشغول بالاخر ومش مشغول بنفسه خالص، ومشغول بانه اللي هو بيقدمه يبقى يعني ينجح وكده. لكن انا يعني ينجح عند الناس، مش ينجح كعمل في حد ذاته. ولكن لما بيتحول الممثل لفنان فهو نفسه بيبقى عليه ضغط اكبر، انه بس مبقاش بس لازم يعمل كده، ده هو كمان لازم يسيب اثر عميق وملهم على الاخر.